طبعا ستات كتير بقى هيصيحوا دلوقتي واحتمال يقفلوا الفيديو ما يكملوش سماع الكلام، بس ارجو ان انت اسمعي الفكر بتاعي، وبعد كده لك حرية الاختيار يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا دايما بخير. زي ما انتم شايفين على الشاشة دلوقتي، دي رسالة جات لي على الخاص. طبعا صاحبتها طلبت ان انا ما اذكرش اسمها وما بينش اسمها. طبعا زي ما احنا ما شفنا الرسالة كده بتنقسم لجزئين من وجهة نظري. الخيانة ايا كان نوعها، مشروعة او غير مشروعة، وهنفهم معنى الكلام ده دلوقتي. والاطفال اللي بيبقوا ضحية لنتاج علاقة غير مكتملة ما بين زوج وزوجة قرروا الانفصال. طبعا صاحبة الرسالة هتفكر دلوقتي ان انا هاجي في صف السيدات وهطيح في الرجالة. طبعا مش مجالنا هنا، انا مجالي هنا ان انا اقول كلمة حق اتحاسب عليها قدام ربنا. فسيبوني اتكلم الاول في نقطة الخيانة، الجزئية بتاعت الخيانة، لان هي دي الاقل اهمية بالنسبة لي. حضرتك واي زوجة في الدنيا ملهاش انها تتدخل في علاقات زوجها خارج البيت. طبعا ستات كتير بقى هيصيحوا دلوقتي واحتمال يقفلوا الفيديو ما يكملوش سماع الكلام، بس ارجو ان انت اسمعي الفكر بتاعي، وبعد كده لك حرية الاختيار يعني. انت لما هتيجي تقفي قدام ربنا هتتحاسبي عن نفسك، وهو لما هيقف قدام ربنا هيتحاسب عن نفسه. انت هتتحاسبي عن تصرفاتك وافعالك، وهو هيتحاسب عن تصرفاته وافعاله. فربنا مش هيجي يحاسبك ان انت سكتي او تغاضيتي عن خيانته ليكي عشان البيت يستمر. في سيدات كتير بيقدروا يستحملوا ده، والبيت بيستمر بسبب انهم قدروا يتحكموا في الجزئية دي من شخصيتهم، وقدروا ان هم يكملوا ويكبروا وينفضوا. هو بيعمل ايه بره البيت انا ماليش دعوه، يتصرف زي ما تتصرف، يعمل اللي هو عايز يعمله ويعرف اللي عايز يعرفه، يتجوز تاني، يمشي في الحرام. وهي دي بقى الحته بتاعت الخيانه، شرعيه ولا غير شرعيه. الشرعيه طبعا ان هو يتجوز، حقه مثنى وثلاث ورباع، مع ان الرجال ما تعرفش في الدين غير الجزئيه دي للاسف الشديد، او معظمهم الا من رحم ربي طبعا يعني. بس وحتى لو بيخون خيانه غير شرعيه هو اللي هيتحاسب. انت قادره تستحملي وتكملي، استحملي وكملي، يبقى كتر الف خيرك. والعيال اللي في رقبتك دول لما يكبروا هيشيلوها لك جميله. مش قادره والعمليه صعبه بالنسبه لك وواصله لحد المستحيل، اتطلقي، ملهاش اي حلول تاني. لكن لا ليكي ان انت تحاسبيه على خيانته، ولا ليكي ان انت تشهري بيه، ولا ليكي ان انت تقولي ان هو خاين، ولا انك حتى تدوري وراه. النصايح اللي انا بقولها لكم دي نتاج خبره في حياتي انا مريت بيها شخصيا. كان بيتقال لي دايما ما تدوريش ورا جوزك، ما تدعبسيش وتنكشي عشان تعرفي اللي وراه، سيبيه، خليكي قافله على نفسك وعلى بيتك. وطالما هو كويس معاكي، اسلوبه كويس، مكفي بيته، بيعاملك باسلوب محترم، انت قادره تستحملي وتكملي، يبقى خلاص تمام كده. يبقى انت لا هتحاسبي الراجل على خيانته، ولا ليكي اصلا حق ان انت تعملي كده. دي حاجه بتاعت ربنا، بينه وبين ربنا فقط لا غير. ربنا اللي هيحاسبه، فانت مالكيش دعوه. قادره تكملي يا بنت الناس كملي، مش قادره يبقى خلاص الموضوع انتهى. دي بالنسبه للنقطه بتاعت الخيانه، تمام. طيب نيجي بقى للنقطه الاهم، النقطه اللي بتوجع قلوبنا كلنا، النقطه اللي مخليه 90% من البيوت المصريه المفتوحه لغايه دلوقتي مفتوحه عشان خاطر الولاد دول ما يتربوش في اسره مفككه. لان الموضوع بجد بيفرق، نفسيه الاولاد بتفرق، شخصيتهم بتفرق، نموهم الذهني بيفرق.
فتكملة الأسرة بأي شكل من الأشكال بقدر المستطاع بيفرق مع الأطفال على المدى البعيد. فقادرين تكملوا عشان خاطر عيالكم يتربوا ما بينكم وتقدروا تحوطوا عليهم، كملوا، لأن الولاد دول ملهمش ذنب. لكن قضاء ربنا نفذ وأبغض الحلال تم وحصل الانفصال. كلمة لست الستات، لست الهوانم: يا كنتيسة، اتطلقتي؟ وصلت اللي هيريحك نفسيا؟ طيب، رجاء ما تقوليش كلمة غلط عن طليقك قدام ولاده، ما تشوهيش صورته، ما تشتميش وتغلطي وتدعي عليه خاصة قدام ولادك. انتي ما بينك وما بين نفسك، او لو قاعدة بتفضفضي مع امك، صاحبتك، اختك، وعايزة تشيلي ذنوب، اعملي اللي انتي عايزاه. لكن ولادك موجودين قدامك، ابوكوا ده احسن اب، ابوكوا ده كان مفيش زي منه، ومفيش لغاية دلوقتي زي منه، مفيش منه تاني، ده احسن راجل في الدنيا. انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زيه. ده بيحبكوا، ده بيعمل المستحيل عشانكوا. خلي خناقاتك ومشاكلك معاه بعيد عن ولادك، ما تدمريش اللي باقي منهم. هما كده كده نفسيتهم هتبقى متدمره، وكده كده نفسيتهم هتبقى مش كويسه. فانتي ما تجيش تكملي. اتقي الله في ولادك، هتتعبي عليهم، هتشقي عشان تعيشيهم عيشه كويسه. هو بقى بيصرف ما بيصرفش، هو كويس مش كويس، حافظي على الحبه الصغيرين اللي باقيين من نفسيه ولادك، ما تدمريش كل حاجه. وكلمه بقى لسيد الرجال: بصي يا سبعة، مش هقول ان كل الرجاله بالطبع اللي انا هقوله ده، بس للاسف جزء كبير من الرجاله اللي بتطلق سيداتها، وخاصه لما تكون الست هي اللي طالبه الطلاق ومصممه عليه، بياخد الموضوع عند وبيدمر ولاده وبيفرمهم وبيدوس عليهم في طريقه عشان يدمر الست دي، عشان يعرفها ان هي خسرت شيء مش هتعرف تعوضه، ان هي طلبت الطلاق من راجل مفيش زي منه. فيعمل ايه؟ يشن عليها بأبشع الكلام، يطلع عليها أسوأ سمعة، يحط فيها مساوئ مش موجودة فيها، يعند في فلوس ولاده، في المصاريف اللي بيبعتها لهم. يبقى ربنا مديله ومقتدر ان هو يعيشهم في احسن عيشة، ويقول لا كفاية كذا. كل واحد على حسب سعته. يعني في حد لو بعت لطليقته 1000 جنيه هيبقى مديها اكتر من 3/4 دخله، ده مثلا يعني. وفي واحد تاني لو بعت 10,000 جنيه هيبقى بيبعت نقطة في بحر اللي ربنا مديهوله. فكل حسب سعته وحسب رزقه، ما يبخلش على ولاده وما يحطهمش في المفرمة اللي عايز يفرم فيها طليقته عشان يعرفها انها خسرت 7 رجال. انت كده ولا راجل ولا تسوى في سوق الرجال مليم حتى. فوق، خاف على مستقبلك مع عيالك. عيالك دول هيجي عليك وقت هتبقى محتاج ان انت تسند عليهم، هتبقى محتاج ولادك الشباب يبقوا عكاز ليك تقدر تتسند عليهم، هتحتاج حنية وحب بناتك. فما تدمرش ده عشان خاطر لحظة شيطان ان انت عايز تدمر الست دي وعايز تخليها تطحن في مطحنة الحياة عشان تقدر تصرف على ولادها. مش هي اللي طلبت الطلاق؟ تستحمل، مفيش الكلام ده، مفيش راجل بيعمل كده. انت لو عملت كده مع ولادك ومع ولادك يبقى انت اصلا مش راجل، مش هتتحسب على الرجولة في شيء. انت مجرد مكتوب في البطاقة بتاعتك ذكر، ليس اكثر ولا اقل. وما اكثر الذكور، الكلاب فيها ذكور، القطط، جميع انواع الحيوانات.
لكن مفيش قطة هنقول عليه راجل، مفيش كلب هنقول عليه راجل. فالرجولة مش من السهل ان انت تكتسبها، ده باسلوبك وبطريقتك وبمعاملتك وبرعايتك لعيالك، حبك ليهم، ما تغلطش في امهم، ما تسقش لامهم حتى لو كانت هي اسوأ واحدة في الدنيا. برضو لما تبقى معاهم، ده لو انت اصلا بتشوفهم وبتراعيهم وبتسأل عنهم، ما تقولش كلمة غلط عن امهم، ما تغلطش في امهم، ما تدمرش اللي باقي فيهم. كفاية ان انفصالك انت ومراتك كده كده دمر نفسيتهم. فبالله عليكم، بالله عليكم ما تحطوش ولادكم في النص وتطحنوهم، حرام. العيال دي هتيجي في يوم من الايام، واللي انتوا بتعملوه فيهم دلوقتي وهم لسه صغيرين هيتردلكوا لما تكبروا. لما تبقى محتاج حد يناولك البرشامة بتاعتك او يسندك عشان تخش الحمام وتلاقيهم جنبك، اعرف ان طليقتك دي ربت صح، وان انت كملت التربية دي صح. لكن لما ما تلاقيهمش حواليك ما تدعيش عليها بقى، ادعي على نفسك الاول قبل ما تدعي عليها. فراعوا ربنا في ولادكم، اتقوا الله في ولادكم، لان الولاد دول ملهمش اي ذنب، ملهمش اي ذنب ان انتوا ما قدرتوش تتوافقوا مع بعض، وان انتوا من الاول ما اخترتوش بعض صح. يا رب ما كنتش طولت عليكم في الموضوع دوت، واتمنى ان نصيحتي تكون اتسمعت، وان تفرق مع حد ولو اسرة واحدة. لو كلامي ده فرق معاها هتبقى عندي انا بالدنيا واللي فيها. اشكركم لحسن استماعكم ليا. سلام عليكم.